السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو مختلف كده وجميل. بس قبل ما نبدأ يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيديو النهارده كده جميل يا جماعة وموفر كده لأبعد الحدود. هقولك بقى ازاي ب450 جنيه تمشي بيتك آخر أسبوع كده في الشهر بطريقة كده حلوة جدا، وتقسيمة مفيش أسهل ولا أروع من كده. بس قبل ما نبدأ كده يا ريت نعمل لايك للفيديو، ويلا بينا كده على طول ندخل على الفيديو بتاعنا. معايا كده 450 جنيه كده، عايزة امشي بيهم لآخر الشهر ومش عارفة اعمل بيهم ايه ولا اقسمهم ازاي. هقولك على تقسيمة حلوة جدا. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة كده هجيب فرخة. الكيلو زي ما احنا عارفين ان هو ب70 جنيه، جبت فرخة 2 كيلو كده عاملة 140 جنيه. تقدري كمان ان انتي تستبدلي الفرخة بنص مفروم، او ان انتي برضو تجيبي سجق زي ما تحبي. بعد كده جبت 3 كيلو بطاطس من سعر 15 جنيه، هي سعرها من 15 ل17 جنيه. 3 كيلو طماطم كمان ب45 جنيه. جبت كمان كيلو مكرونة ب25 جنيه. المكرونة السابع عندنا ب22 جنيه، بس هنفترض ان احنا جبناها ب25 جنيه. بعد كده 2 كيلو رز ب60 جنيه. وعايزة اقول لكم يا جماعة على حاجة مهمة جدا وهتنفعكم. لو انتي الرز عندك ده بيوفر معاكي كتير قوي. ازاي؟ ان انتم في موسم الرز كده تعملوا حصالة. لو مش هتقدري ان انت تعملي حصالة كده ان انت تشتري بيها رز كده، ممكن تعملي جمعية صغيرة، وليكن مثلا ب5000 جنيه. هتوفر معاكي جدا في الرز. لما بنشتري كده الرز من الفلاحين في الموسم بتاعه بيوفر ليا كتير. بدال كده ما كل شهر تعملي ميزانية معينة كده ان انت تشتري بيها رز. ممكن الرز سعره يزيد وسعره يقل، وممكن جودة الرز برضو معاكي ما تكونش افضل حاجة. لكن انت لو عملتي زي ما بقولك كده حصالة او جمعية، اشتريتي كده الرز في بداية حصاده، بيكون سعره رخيص. ده غير كمان ان انت برضو بتجيبي آه، نوع رز يكون كويس يكمل معاكي باقي السنة. تخزينه سهل لو انتي قلقانة يعني من تخزينه. لو انتي كده استعمالك في الرز زيادة كل شهر، عندك أولادك ما شاء الله كبار، عدد الأفراد كتير في الأسرة. فانتي لما بتعملي خطوة زي دي كده ان انتي تشتري رز، ده بيوفر عليكي كتير جدا. ولكن بقى انتي لو استعمالك بسيط في الرز، أكتر استعمالكم في العيش، فلو اشتريتي الرز كل شهر ده بيوفر معاكي. بتشتري وليكن شكارة 10 كيلو 15 كيلو برضو على حسب استخدامك، ده بيوفر معاكي جدا. وكمان ان انت تجيبي الرز كميات احسن من ان انت تشتريه بالكيلو، بيوفر معاكي في الشكارة كتير. لان القطاعي ده بيكون سعره عالي. بعد كده التموين برضو بيوفر معاكي. يعني انت دلوقتي لو عندك رز كده، فمش هتجيبي مش هتضطر ان انت تشتري رز. نيجي بقى للتموين. التموين بيوفر برضو معاكي الزيت والسكر والعيش. ما عندكيش تموين، فبرضو بتعملي ميزانية معينة برضو كل شهر كده ان انت تجيبي كفايتك من الزيت والسكر والعيش الخزين بتاعك. والافضل كمان في العيش ان انت كده تجيبي الغلة برضو من الفلاحين و... وتعمليها في البيت، بتبقى حلوة جدا، بتوفر معاكي. بتعملي كده عيش الحبة الكاملة بيبقى حلو جدا. كيكات مخبوزات، اي حاجة في الدقيق الحبة الكاملة بتبقى حلوة برضو معاكي وبتوفر عليكي كتير. انما لو استهلاكك في العيش برضو قليل، ومش حابة ان انتي كده تشتري غلة في الموسم بتاعها، فبتشتري كده برضو كمية الدقيق على حسب استخدامك. يا جماعة انا بحط لكم افكار توفير، بحاول ان انا افيدكم وافيد نفسي معاكم. بس في نفس الوقت كل بيت عارف هو ماشي ازاي، اكله ايه. ممكن بياكل لحوم مش بياكل فراخ، ممكن بياكل عيش مش بياكل رز، بياكل رز اكتر من العيش. على حسب عندك تموين مش عندك الحاجات دي كلها بتتحكم معاكي في الميزانية. انا بحاول ان انا ابسط لكم الامور على قد ما اقدر وبنفيد بعض.
كلكم ستات بيوت شاطرين وعارفين تمشوا بيوتكم. وبرضه لو التقسيمة بتاعتي اللي انا كتبتها ما كانتش احسن حاجة، تقدروا برضو ان انتوا تقولولي رأيكم في الكومنتات، سواء كانت كومنتات ايجابية او سلبية. انا متقبلة كل كومنتاتكم. اكتبولي كده، احنا بنفيد بعض يا جماعة. ممكن افكاري ما تكونش احسن حاجة، في ناس ممكن تطلع افكار احسن من كده. قولولي رأيكم. بعد كده بقى بنجيب 2 كيلو رز ب60 جنيه. لما حسبت كده الفرخة 140 والبطاطس 45 والطماطم 45 والمكرونة 25، كده الإجمالي 255. هيبقى باقي كده من 450 جنيه 195. هنجيب كده 2 كيلو رز ب60 جنيه. لكن كده لو عندك رز، فانت بتستغني عن بند الرز وبتجيبي بقى مكانه سمك أو خضار أو أي حاجة انتي بقى بتحبيها. بعد كده حطيت ميزانية 100 جنيه فاكهة. ال100 جنيه بقى بتجيبي برضو أي نوع فاكهة انت حباه. الميزانية سعرها قليل، ولكن إن شاء الله هتلم بيتك. مع كده حاجات احنا بنكون مخزنينها في الفريزر. هعمل لكم برضو فيديو حلو جدا لتخزين الحاجات في الفريزر بأقل سعر. بعد كده بقى باقي كده من 195. خصمنا الرز وخصمنا الفاكهة باقي 35 جنيه. بنجيب كده ب10 جنيه فلفل، كيلو خيار ب15 جنيه، كيلو بتنجان رومي ب10 جنيه، كده 450 جنيه. تقدري ان انتي تغيري حاجات من الحاجات دي وتقدري ان انتي تكملي بيها زي ما تحبي. زي ما قلتلكم ان كل واحدة فينا عارفة بتمشي بيتها ازاي. وعايزة اقول لكم كمان ان احنا بند التخزين حلو جدا، لازم نعتمده كده ويكون حاجة اساسية عندنا. بيوفر معايا كتير، يعني اسبوع زي ده المبلغ معايا مش كبير. اخر الشهر برضو في طوارئ في البيت في اي حاجة. فانت كده لما يبقى عندك الخضار في الفريزر، صلصة الطماطم، الفاكهة، الحاجات دي كلها بتوفر معاكي جدا. كمان ان انت برضو ان انت لو عندك مكان كده تقدر ان انت تربي فيه فراخ، هتبقى اورجانيك كده وهتبقى حلوة. انا من النوع اللي انا بحب تربية الفراخ، مش بشتريها نهائي من السوبر ماركت، بشتريها كده من حد يكون موثوق فيه. غير كده بكون مربياه بتوفر معايا. لو عايزين ابدأ معاكم كده دورة تربية فراخ، مفيش مشكلة. احنا كلنا بنفيد بعض. انا بس بقول لكم افكاري اللي تقدروا ان انتوا تمشوا بيها. يعني لو عندكم مكان وتقدري ان انت تربي فيه، ربي ما تتردديش، ده هينفعك كتير. كمان الحاجات اللي عندك في الفريزر، متبقي عندك شوربة، صلصة طماطم، ملوخية، الحاجات دي كلها بتنفع معاكي. الملوخية برضو ده الموسم بتاعها. حاولي كده ان انت تجيبي كمية من الملوخية وتنشفيها وتسيبيها تفضل معاكي لآخر السنة، بتبقى حلوة جدا. عندك شوربة في الفريزر بتطلعيها بتعملي شوية الملوخية، بتبقى حلوة جدا. ان شاء الله هتكلم معاكم بالتفصيل في حاجات زي دي بتنفع بيتنا، بتبقى حلوة جدا، بتبقى ساترة بيتنا. ولحد هنا يكون الفيديو خلص. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى ان اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، وباذن الله اشوفكم في فيديوهات جديدة ونتعلم مع بعض اكتر واكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.